السلام عليكم أصدقائي الأعزاء. ملعب طنجة يملك شكلا مميز يسمى بالإنجليزية أوفل شيب، وهو قريب للبيضاوي، وبالتالي فطريقة إضافة مدرجات جديدة كانت معقدة بعض الشيء، لأن المدرجات التي توافق عليها شروط الفيفا هي مدرجات مستطيلة، ومن أجل تحويل الملعب إلى شكل مستطيل دون ترك عيوب في الملعب فهذا تحدي كبير للمهندسين المغاربة. ونظرا لغياب تام لأي مخطط أو تصميم للمدرجات الجديدة، سنحاول اليوم اقتراح تصميم مبني على عدة عوامل. كما نعلم ملعب طنجة مقسم لجزئين، الجزء العلوي كبير والجزء السفلي صغير. سيتم بناء مدرج ملاصق للمدرجات القديمة، مما سيصبح لنا جزئين كبيرين إضافة إلى مدرج ثالث صغير بينهما ممر للتنقل بأريحية للمدرجات، مما سيعطي منظرا خاصا وجميل. أما المنطقة التي خلف المرمى فهناك تكمن المشكلة، بحيث تبقى مساحة كبيرة حوالي 40 متر، مما يصعب المهمة على فريق المهندسين. لكن في ملعب طنجة اعتمدت تقنية مشابهة للتي اعتمدت في ملعب واندا متروبوليتانو لأتلتيكو مدريد. كما تلاحظون في الصورة، تقسم المدرجات لجزئين كبيرين نوعا ما، وتترك مساحة فارغة بدون مدرجات، وهذا راجع إلى شكله المذكور سابقا، لكنه لا يعد عيبا، وبالعكس يزيد الملعب جمالا. أما في جهة المنصة الشرفية فغير مفهوم كيف تسير الأشغال فيه، نظرا لأن المنطقة سيبنى فيها بوابة رئيسية كبيرة وكبائن التعليق والصحافة والمسؤولين. لا تنسوا أن تشاركوا معنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسونا أيضا من لايك ومتابعة، وشكرا لكم على حسن الاستماع. دمتم سالمين.